هذا هو المشاحن الذي يحرم من المغفرة في ليلة النصف من شعبان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ورد في الحديث الذي رواه البيهقي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله عز وجل إلى عباده فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع، يعني يترك ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. وفي رواية أخرى عظيمة جدا كما عند ابن حبان والطبراني في الأوسط بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يطلع الله عز وجل إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لصنفين، إلا لمشرك أو مشاحن. عندنا هنا اتنين محرومين من المغفرة: المشرك والمشاحن. المشرك معروف، هو الذي جعل مع الله إلها آخر أو صرف العبادة لغير الله أو جعل لله ندا، هو ده المشرك الذي أشرك بالله. والمولى عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بل حتى المشرك نفسه والكافر لو تاب وعاد إلى الله لا تاب الله عز وجل عليه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يعني لو ينتهوا عن الشرك وعن الكفر ويدخلوا في التوحيد ويشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بفضل الله المولى عز وجل يغفر لهم، بل ويبدل سيئاتهم إلى حسنات. فكما ذكر المولى عز وجل مجموعة من الكبائر كان من بينها الشرك، ثم قال بعدها: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يبقى هنا الاثنين اللي محرومين من المغفرة في ليلة نصف من شعبان، أولهم المشرك يعني الذي ظل على شركه، والتاني بقى اللي هو المشاحن. المشاحن بقى ايه معناها؟ المشاحن الناس فاكرة ان المشاحن فقط هو اللي مخاصم الناس بس، لا، المشاحن ليه معنى اكثر من ذلك. اختلف اهل العلم في تفسير المشاحن. رقم واحد قال الأصبهاني: سألت ابن ثوبان عن المشاحن فقال: عن المشاحن هو التارك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الطاعن على أمته السافك لدمائهم. يعني واحد ترك سنة النبي عليه السلام وبيطعن في سنة النبي وبيسفك دماء المسلمين عياذا بالله، هو ده المشاحن. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة قال عن المشاحن: قال: هم أهل البدع الذين يشاحنون أهل الإسلام ويعادونهم، يعني أهل البدع اللي بيحاربوا أهل الإسلام. وقال الإمام الأوزاعي رحمه الله قال عن المشاحن: هو صاحب البدعة المفارق لجماعة الأمة. وقال ابن الأثير رحمه الله: المشاحن هو المعادي والشحناء هي العداوة. يبقى إذن علشان ربنا يغفر لنا وما نتحرمش من المغفرة فلا بد أن نحذر من الشرك ومن البدع ومن معاداة أهل الإسلام، لأن دي من المظالم، ومن الخصام بغير الحق حتى لا نحرم من المغفرة. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.